في انطلاق الأسبوع التاسع من الدوري الأردني. الأزرق بقيادة مديره الفني مظهر السعيد يعيش فترة من الاستقرار والعطاء بتحقيقه الفوز تلو الآخر، في حين يسعى الضيوف إلى معالجة الأمور وإيقاف نزيف النقاط. لكن على طول تدخل حارس المرمى عماد الطرائرة. 30 لقبا هي حصة الفيصل من البطولة الوطنية، وغياب ل5 مواسم كاملة استقرت فيها الألقاب الثلاثة الأخيرة في خزائن غريمه التقليدي الوحدات. إذن فرصة كبيرة للتعويض والرجوع إلى منصة التتويجات بابتعاد المارد الأخضر عن الأجواء قليلا وتواجده في المركز الرابع. وهذه الفرصة اللي بتضيع على النادي الفيصلي على أرضه وبوجود جماهيره الوفية انتظر الأزرق مجيء الشوط الثاني ليتحرر من التعادل السلبي بهدف مهاجمه حسون الشيخ. حسون غياب دفاع البقعة فتح الباب مرة أخرى أمام صاحب الهدف الأول حسون الشيخ لإضافة الثاني وتحرير رفاقه أخيرا. هدف ثان وسيطرة زرقاء على الأجواء وسط اختفاء أبناء السوري عبد الرحمن إدريس الذين لم يقدموا شيئا للرجوع بالنتيجة. يا نادي البقعة الوقت ينتهي وأصحاب الأرض يبدأون العد التنازلي للمباريات المقبلة، ولعل أهمها على الإطلاق القمة التي ستجمعهم بغريمهم التقليدي الوحدات في 25 من الشهر الحالي. مباراة مهمة والفيصلي يجدد طلبه باستدعاء حكام من الخارج للكلاسيكو المرتقب. راديا صلاح، صدى الملاعب. المتألق حسون الشيخ دقيقة 57.